السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخي البسيط من قناة كادي شانيل. اليوم في هذا الفيديو غنقدم لكم دي ميني كيش بعجين اقتصادي ناجح 100% بدون زبدة وبدون بيض وبحشوة لذيذة واقتصادية. فما عليكم إلا تشاهدوا الفيديو الأخير ونبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو في العجين عندي 2 كيسان تاع الدقيق الابيض، نصف كاس تاع الزيت، 4 كاس تاع الماء، نقدروا نحتاجو اكثر على حسب نوعيه الدقيق. عندي نصف ملعقه تاع الملحه. وغندوزو مباشره الطريقه. كناخذ شي اناء غندير فيه الفورص والملحه وغندير الزيت وغنبدا نبسبس بالاصابع تاعي، يعني حتى يتلبس ليا داك الدقيق كامل يتلبس بالزيت. نحصلو على عجين يكون مرمل بهذا الشكل. من بعد غنضيف الماء، غنضيف 4 كاس تاع الماء، ولا خصني غنزيد بالمعلقه. بالنسبه للزيت تقدروا تستعملوا زيت الزيتون اولا تخلطوهم بزوج على حساب الرغبه تاعكم. وتقدروا تنسموا العجين، تنسموه بالموطارد، تزيدوا معلقه تاع الموطارد اولا تزيدوا بودره الثوم اولا بودره البصل، يعني هادو كيبقاو منسمات وكيجيو زوينين في العجين. من بعد ما جمعت العجين ما تندلكوهاش، فقط تنجمعوها بالاصابع تاعنا وغنديرها في بلاستيك غذائي وغندخلها للثلاجه ونخليها ترتاح بالموجة الحشوه. غناخد مقله درت فيها الزيت حتى سخنات ودرت بصله اللي شلت ترقيق. الحشوه كتبقى اختياريه، يعني كاين عده حشوات اللي كتجي زوينه، يعني نقدروا نديروا صدر تاع الدجاج اولا لادانت اولا الكبده تاع الدجاج كتجي فيه زوينه بزاف، اولا الكفته كيف ما غندير انا. تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا غير الخضر، يعني كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما دبلات البصله زدت ليها الفلفله وزدت التوابل، درت الملحه والبزار وخليتهم تتشحروا مزيان. ومن بعد ضفت الكفته، نسبه قليله تاع الكفته، يعني ماشي شي كميه كبيره. من بعد غنضيف تحميره اولا البابريكا وشويه تاع الكمون، غير شويه صافي. وغنخلط المكونات مزيان. هنا ضفت شويه تاع بودره تاع البصل، الا ما توفراتش ماشي مشكل. غنخلط مزيان حتى طيب ليا الكفته. وغنضيف الزيتون اللي قطعته قطع رقيقه وقزبر ومعدنوس. صافي غير تنضيفهم تنخلط ونطفي البوطه. يعني هي الحشوه عندي واجده. نحطوها جانبا تبرد وندوزو باش نحضروا العجين تاعنا. كناخذ ليمون، انا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق لان العجينه فيها غير الزيت. لو كنا دايرين الزبده ما نحتاجوش اننا ندهنوهم. وتناخذ قطعه من العجين وكنحاول انني نلبسها للمول بهذه الطريقه. يعني لكم الاختيار، بغيتو ديروا هذه الطريقه، بغيتو تسرحوا العجين بالمدلك وتحطوه فوق ليمول، حتى هذه طريقه. المهم انا درت هذه، اختاريت هذه سهله. كناخذ واحد النسبه من العجين وكنحطها في وسط المول وكنبقى نضغط بالاصابع تاعي حتى كنقادها وكنلبسها للمول كامل. وبالنسبه للزوائد كنخرجهم ونقطعهم بهذا الشكل. كل واحد يدير الطريقه اللي كتجيه سهله واللي كتعجبه. المهم هي النتيجه في الاخير، فالنتيجه كتكون واحده. صافي غنكمل الكميه تاعي كامله بهذه الطريقه ونعاود نرجع معكم. كناخذ فورشيط ونحاول انني نثقبهم كاملين بهذه الطريقه باش ما كيتنفخوش لينا اثناء الطهي. وبالنسبه للحشوه نعمر بها هذوك لي كيش مباشره، يعني بلا ما ندخلوهم يديروا نص طيبه، مباشره كنعمروهم. كنحاول انني ندير معلقه كبيره عامره مزيان في كل وحده. وغندوز باش غنصايب اباغاي اكيش.
درت 2 فرماجات مثلثين و2 تاع البيضات. اللي ما توفرش الفرماج المثلث تقدروا تستعملوا فرماج حمر اولا تستغناو عليه، يعني ماشي ضروري. وهنايا عندي واحد الياغورت طبيعي، تقدروا تعوضوه بكاس تاع الحليب اولا الكريمه السائله، داكشي كيبقى على حساب المتوفر. وغنخلط مزيان حتى يندمجوا ليا المكونات مزيان. تقدروا نديروهم في الخلاط الكهربائي باش يندمجوا لينا بسرعه. من بعد غندير التوابل، غندير الملحه، درت هنا البزار وغندير الملحه، بودره تاع الثوم الا توفرات، بودره تاع البصل حتى هي ضفتها، والملحه في الاخير. وغنخلط مزيان حتى يندمجوا المكونات، وغنبدا نكبهم فوق ليكيش تاعي فوق الحشوه. ندير معلقه ونبدا نكب، يعني تقريبا 2 معالق. انا عندي هذه معلقه صغيره. كنغطيو السطح تاع الحشوه وغندخلهم الفران اللي سخنته من قبل. ضروري يكون سخون، وخليهم يطيبوا على خاطرهم، يعني ضروري خصهم يطيبوا لانهم ما دايرينش ليهم نص طيبه، يعني خصنا نخليوهم على عافيتكم متوسطه حتى يطيبوا مزيان. من بعد ما طابوا خرجتهم ودرت لهم فروماج حمر من الفوق، حتى هو كيبقى اختياري، الا ما توفرش تقدروا تستغناو عليه. وغنعاود نرجعهم غير شويه يذوب الفرomage ونخرجهم، يعني غنطفي الفران وندخلهم غير يذوب الفرomage ونخرجهم. وهذا هو الشكل النهائي تاعهم، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو لذاذ، وحتى العجين كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت رطبه. كنتمنى انكم تجربوهم، وما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه الا كنتوا اول مره غتزوروها بالضغط على زر صابون وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله تاعكم، وتخليوا لي تعليق محفز. ومع السلامه.